المولودية التي تحتل المركز الأول، الوفاق الذي يحتل المركز الثالث عشر، إلى الأجواء الكبيرة التي سترافق هذه المباراة وهذا اللقاء المنتظر. هي واحدة من أشهر المباريات لصالح الوفاق. الكرة بعيدة من هناك، سيلا يحاول تدخل، خرج الكرة عبد اللوي القائد إلى رمية تماس. من الخلف المولودية من هناك على الجهة اليمنى، محاولة توجيه العرضية داخل منطقة العمليات، هايلة من بوشريت بالراس جانبية فرحات، وأول محاولة من فرحات جانبية، الكرة فوق مرمى الحارس بوزدر، يشير بأن الكرة كانت هايلة، هي مضبوطة، وصلت كما يجب وينبغي. فرحات بالراس بعيدة على مرمى الحارس بوزدر، صعبة، هايلة للوفاق، محاولة من هناك، توزيع داخل منطقة العمليات بالراس، الدفاع، تعود حميدي في المتابعة فوق المرمى. أول كرة وأول فرصة لحميدي داخل منطقة العمليات. جاءت الكرة من الجهة اليسرى، التوزيع، بوقرة لم يتعامل مع الكرة كما ينبغي، أو بوقرة حاول يخرج الكرة، ولكن في الاستلام والاستقبال حميدي في وضعية صعبة. ثبتي يوصل من جديد لحليمية، يخرج لابن خماسة، يبحث عن التوزيع العرضية داخل منطقة العمليات، بوقرة بين أحضان الحارس، سلمة، كان وحيدا دون رقابة، سلمة وروض وحاول تسديده، ولكن بين أحضان الحارس، كانت سهلة في القائم الأول. أكرم جليل قائم الأول، بين أحضان الحارس، خرج صاحب الرأسيات بوبكر في القائم الأول، بالصيحات والأهازيج، ويدفعون الفريق إلى الإنجاز وتحقيق ما هو أفضل في كل مرة. الدفاع في المرة الأولى والثانية صعبة، ثابتي، التحضير جانبية، حليمية في وضعية مهاجم صريح تقريبا، يسدد هذه الكرة بعيدة فوق مرمى الحارس بوزدر. مرور من بوشريت، عادت الكرة، ثابتي يحضر، يجهز، حليمية بعيدة في الركنيات، جليد يبحث عن العمق، بوبكر يحاول جليد من جديد داخل منطقة العمليات، تسديدة وجانبية من بوتشيشا إلى ركنية أخرى ثانية على التوالي، ضربت بأحد المدافعين، تحولت إلى ركنية لصالح الوفاق. ها هي الدفاع يتفوق في المرة الأولى، جانيد استلم، بوتشيشا ضربت في ساليو، خرجت إلى ركنية، جانيد من جديد، الدفاع، عبد اللوي داخل منطقة العمليات، زروقي يحاول في هذه الكرة، سكيبري البديل في مكان بن حوة، من هناك صعبة والهدف الأول، يا سلام، فرحات أمام المرمى في كرة صعبة وخطيرة، أكملها المدافع إلى الشباك. ها هي الكرة كيف كانت ملعوبة داخل منطقة العمليات بالخطأ، كانت صعبة، لعبها في المرة الأولى فرحات طبعا هو الذي لعب، وفرحاني في وضعية صعبة يكمل الكرة، ها هي إلى المرمى، إلى الشباك، خرج الكرة، انفلت، هل كان من الممكن أن يبعد الكرة بيمناه؟ خطأ، أرادها باليسرى في وضعية صعبة من حيث التوازن الجسدي والجسمي، طبعا وافق، يتحرك الدفاع والهجوم، صعبة الكرة، كيبري من جديد، بعيدة الكرة،
بانكورا، كرة تضرب بأحد المدافعين تروح إلى رمية تماس أو إلى ركنية. ها هي دفاع في المرة الأولى، بعد ذلك حاول بانكورا كرة بأحد المدافعين تروح لمصلحة أو لصالح المولودية ركنية. في الشوط الثاني للمباراة هدف الذي منح صخب كبير لأنصار المولودية فوق المدرجات. تدافع ملعوبة منفذة داخل منطقة العمليات، هناك خطأ يقول الحكم، ركلة جزاء يشير الحكم. فرحات ملعوبة نعيم مع غزالة في هذه الكرة، نشاهد نعم شد ومسك داخل منطقة العمليات على غزالة، وبالتالي وقع في المحظور. حكم المباراة السيد هيثم غوتي يحتسب ركلة جزاء لمصلحة أو لصالح المولودية. بين المهاجم والحارس ساليو بوزدر، لمن ستكون الكلمة؟ ساليو بانكورا يضيف الهدف الثاني للمولودية في مرمى الحارس بوزدر بعد تنفيذ ركلة جزاء في الدقيقة 56. ساليو بثبات يحرك أنصار المولودية فوق المدرجات للمرة الثانية بعد فرحات في الدقيقة 47 مقابل لا شيء. بقوة راح بوزدر في الاتجاه الصحيح، لكن الكرة كانت بعيدة ليست في المتناول. بقوة أيضا بداخل القدم بعض السنتيمترات بالراس. حليمية محاولة المرور، ساليو يا سلام، الهدف الثالث. هناك وضعية تسلل يقول الحكم، يحاول فيها أمامه حليمية بن خماسة. حليمية ثبتي، تغيير الاتجاه، توزيع وتسديدة قوية من عبد الله الحارس بقبضة اليدين يرجع الكرة. كرة للمولودية، خطأ على الحسن. طبعا القدم والعرقلة الواضحة من بن لبنى البديل على الحسن بانكورا الذي كان يقوم بدور دفاعي. البديل منذ دقائق فقط على الحسن، وسيتأكد من ذلك الحكم ويشاهد. من عدة زوايا، الزاوية الأولى والثانية، واللقطة واضحة وسيتأكد من ذلك. ها هي أمامه، هو صاحب القرار. قطع الشك باليقين، نعم عليه أن يشاهد ويقطع الشك باليقين، والفار سيزودنا بالأخبار وبالخبر الصحيح. يأتي القرار، لا سيأتي القرار. بطاقة الحمراء، شيء صعب. بن لبنى البديل الشاب الصغير صاحب الموهبة دخل بديلا منذ خمس دقائق فقط، خرج الكرة. لحظات من جديد في وضعية صعبة، الدفاع الوفاق على مرتين. بوبكر خرج الكرة صافرة. حكم المباراة السيد غوتي هيثم يعلن عن نهاية اللقاء بفوز جديد للمولودية 2 مقابل لا شيء.